فالطفولة ديالنا وخصوصا في الطفولة المبكرة كنتعرضوا لبزاف ديال البرمجة، الكثير من البرمجة. كنتبرمجوا على بزاف د الأفكار، بزاف د المعتقدات، بزاف د المبادئ اللي من بعد كتشكل الهوية ديالنا، اللي من بعد كتشكل الصورة ديالنا على راسنا. فكتلقى شخص كيقول لك أنا هكا، أنا ما كنبغيش صداع ديال الدراري الصغار مثلا، أنا كيديرونجيني هذا الموقف. يقدر يكون موقف بسيط عادي ما كيتعارضش مع الأخلاق المتعارف عليها، ومع ذلك كيديرونجيه. أنا ما كنبغيش اللي يقول لي هذه الكلمة، أنا ما كنرتاحش منين كيكون هذا العدد من الناس في المجلس مثلا أو لا في لا غيونيون أو لا. المهم كيف قلت كيكون كم هائل من الأفكار والمعتقدات والمبادئ اللي كنتبرمجوا عليها وكتولي تشكل صورتنا على راسنا. وقلت كنتبرمجوا لأن الموضوع ما كيكونش اختياري للأسف. انت مثلا او انتي ما كتمشيش عند الاب ديالك وانت طفل عندك عام او انت طفل عندك عامين وكتقولوا عافاك زرع لي هاد الفكره في راسي لانها هي اللي كتخدمني اكثر، عافاك ربيني على هاد المبدا لانه غادي يعاونني وانا كبير، عافاك حرص على ان هاد المعتقد هو اللي تزرعه في عقلي لانه كيهمني نكون هكا. لا، للأسف الموضوع كيكون شبه عشوائي وانت وحظك، حسب الأسرة اللي انت كتنتمي ليها، حسب الاشتغال اللي كيشتغلوا الأب ديالك أو الأم ديالك على نفسهم، هذا إذا كانوا كيشتغلوا على نفسهم أصلا، حسب الطبقة الاجتماعية، حسب بزاف ديال الأشياء. فملي كنكبروا كيف قلت كتولي عندنا هوية معينة، صورة ذاتية معينة، وكناس كبار واعيين، خصوصا الناس اللي كيبدا يتنمى عندهم واحد الوعي بما هو نفسي، بالأشياء اللي كتخدمهم أو ما كتخدمهمش، كيلقى راسو قدام كم هائل من الأشياء اللي تبرمج عليها، وباش يعاود يتبرمج على عكسها الموضوع كيكون صعيب. وفي بزاف من الأوقات الشخص ما كيكونش أصلا واعي أن السلوك اللي كيقوم به أو الفكرة اللي كيآمن بها هي أصلا برمجة، هو أصلا ماشي صوته، هو صوت الأم ديالو ولا صوت الأب ديالو. فكيف قلت كيلقى راسو قدام كم هائل من الأفكار والمعتقدات والمبادئ اللي كتشكل هويته. من بين التمارين والتقنيات اللي كتعاون بشكل كبير أنها على الأقل كتوضح ليك أن الفكرة اللي كتحس بها ولا كتديرونجيك أو المعتقد أو لا يعني المبدأ اللي انت ماشي مريح بالنسبة ليك، ما مرتاحش بسببه، راه مجرد فكرة، مجرد معلومة تزرعت فيك وانت صغير، تقدر في أي لحظة تضعفها وتديزانستاليها من عقلك. من بين المبادئ اللي كيعاونوا أقول من بين التقنيات اللي كيعاونوا في الموضوع هي تقنية المحكمة الداخلية. هذا التمرين مهم جدا لأنه كيضعف الفكرة اللي قدامنا، ما كتبقاش تبان لنا غول، ومع الوقت ومع الممارسة ومع تسليط الوعي عليها كتبدا تضعاف 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 حتى كتموت.
كيفاش كنقوموا بهذا التمرين؟ ملي كنحس بشي حاجه كديرونجيني، شي حاجه ما كتخلينيش مرتاح في وجودها، شي فكره، شي مبدا، شي حاجه. ونعطيو هنا مثال ديال انا مثلا كيديرونجيني الصداع ديال الاطفال، كيديرونجيني الطفل مني كيغوت او كيتحرك بزاف او كيدير هرج. انا اللي نفرض ان هذه حاجه كديرونجيني، فغادي نجلس في بلاصه مرتاح او مرتاحه فيها، ناخذ ورقه وقلم ونحول هذه الفكره قضيه ديالي انا، قضيه داخليه، ونكتب صوت الطفل كيديرونجي ياك. ومن بعد نعطي الكلمه للمدعي العام ونعطي ادله علاش ان صوت الطفل كيديرونجي. مثلا نكتب ان صوت الطفل كيديرونجي لانه ما كيجيش في وقت محدد، احيانا الطفل كيصرخ وانا بغيت نرتاح مثلا. او نكتب صوت الطفل كيديرونجي حيت كيكون عالي جدا وبالتالي ما كيخلينيش نتكونسونطرا على البروجي ديالي ولا في وقت الراحه ديالي. المهم نكتب اي امثله بغيت، اي ادله، اقول اي ادله بغيت. من بعد مثلا نكتب ان صوت الطفل كيديرونجي لانه غير كيتفشش، لانه كنعطيه اي حاجه بغاها. مثلا اذا كان طفل ولدي ولا اختي ولا اي طفل عندنا في العائله صغير، تكتب مثلا كدليل هو غير كيتفشش، انا كنعطيه اللي بغا واخا هكاك كيغوت، وهادشي هذا كيزعجني. المهم نعطيو للمدعي العام الكلمه حتى انه يقول الادله ديالو كلها على الورقه. ومن بعد نعطي الكلمه لمحامي الدفاع، الشخص اللي كيدافع على العكس. هذه مصطلحات فقط انا استعرتها غير باش نفهموا المثال. المهم الشخص اللي كيدافع على العكس ويقدر يعطينا أدلة أخرى. مثلا لا، الطفل الطبيعة ديالو أنه كيكتشف، ومن الحاجات اللي كتعاونو يكتشف الكون اللي حوله على الأقل هو أنه كيعبر بصوت عالي. دليل آخر، الطفل منين كيصرخ ما عندوش النية ديال أنه يديرونجي شي حد، بالعكس يقدر هو يكون منزعج من أنه لا ينتبه إليه، ما كنتبهوش ليه، وبالتالي كيبغى يقول لنا أنا موجود مثلا. دليل آخر بالعكس، الطفل منين كيغوت فهو تدريب له على التعبير فيما بعد. دليل آخر بالعكس، منين الطفل كيغوت راه كيعطيني أرضية فين نعاونو أنني نعرف بعض الحاجيات النفسية، يقدر شي حاجة كتألمو، يقدر. المهم نقولوا اللي بغينا من الأدلة اللي تتفق مع الصراخ ديال الطفل. وشحال ما استغرقنا في الوقت من الأدلة، شحال ما كيكون الموضوع زوين بزاف، لأنه كنبداو نفاصلوا على الفكرة، سواء يعني مدعي العام أو لا محامي الدفاع. شحال ما استغرقنا فأننا نقولوا أدلة ونكتبوا أدلة على الورقة، سواء الأدلة الأولى أو الأدلة المضادة، فإحنا كنفصلوا المعتقد أو الفكرة علينا إحنا. ما كنبقاش أنا أنزعج من صوت الطفل، كيولي لا، أنا عندي فكرة كتقول أن صوت الطفل مزعج، وهذه الفكرة أنا تبرمجت عليها منذ الصغر. ومن بالأشياء اللي غادي تعاوني
باش نتخلى على هذه الفكرة، باش ما تبقاش كتشكل هويتي أنا كإنسان كيتعصب من الأطفال، هي أنني نفككها، هي أنني نضعفها. ومن بين التمارين اللي كيضعفوها واللي كيفككوها كيف ما قلت هو هذا التمرين. فتمرين المحكمة الداخلية كنختموه بحكم، وغالبا هذا الحكم كيكون كينتصر الأدلة ديال محامي الدفاع، ونقدروا نطلعوا بحكم كيقول كتحكم هذه المحكمة أن صوت الطفل المزعج هو فقط فكرة، ونقدروا في أي لحظة وفي أي وقت إما نآمنوا بها أو نتخلوا عليها. سلام.